السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل بصوا المكرميات الجميلة دي بشكل الأرابيسك. شكلها حلو جدا ولذيذ جدا، وطلعت بقى ترندي السنة دي، حلوة قوي لرمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، اللهم بلغنا رمضان يا رب وبارك لنا في شعبين. طيب هنحتاج ايه، وهقول لكم كمان هنقص على كام، وكل الاطوال هنقولها مع بعض، والفينش هنفنشه ازاي وكل حاجه. تابعوا معايا الفيديو الاخر، بس قبل ما تتابعوا يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان تعملوا لي كومنت لو انت بتستفادي مني. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا طبعا بيبقى عندي زي الشكل ده كده بيجي جاهز، وبنشتغل عليه بقى من الفراغات اللي انتوا شايفينها قصادنا دي. هنقص بقى على كام. انا هنا قصة على 2.5 متر، طبعا مفرد، يعني 2.5 متر مفرد. وببدأ ان انا احط بقى بعقدة البداية كده كل الخيوط اللي انا قصيتها. هبدأ في كل فراغ احط حوالي 6 خيوط، وطبعا على حسب الستايل او الشكل او المقاس اللي انتي عندك. ممكن يكون اصغر من كده، ممكن يكون اكبر من كده، فتحطي العدد اللي انتي حاسة ان هو هيملى الفراغ كله. فانا هنا حسيت ان العدد 6 هو هيملى كل فراغ، فانا هنا عملت 18 خيط بمقاس 2.5 متر. هبدأ ان انا احطهم واثبتهم بعقدة البداية بالشكل ده في كل الشغل بتاعي. هنا انا ثبت اول 6 اهم، هبدأ اثبت 6 كمان في الجنب ده و6 كمان في الجنب الاخير، ونرجع ونشوف هنشتغل ونعمل ايه. وهنا بعد ما ثبت كل الخيوط وخلاص كده جاهز معايا الشغل، تبدأي بس تظبطي عقد البداية كده علشان يبقى الشغل عندك بروفيشنال ويبقى شكله حلو، وتظبطي كده العقد تبقى كلها متساوية وكلها تبقى كده جنب بعض زي ما انتم شايفين. ده بيفرق جدا في الشغل، وهو ده اللي بيبين ان الشغل من ان انت تبقي بروفيشنال، ومن ان انت تبقي لسه مبتدئة. اهم حاجة كده تظبيط الشغل. هنظبط الشغل وتعالوا بقى نشوف هنشتغل ازاي. انا هنا علقت الشغل علشان يبقى كويس معايا. هبدأ بقى اشتغل هنا. شايفين كده اول خيط بدأت بيه هو هشتغل بيه العقدة المزدوجة المائلة. الخيط ده هو اللي هيبقى ثابت معايا، اللي هو في ايدي الشمال، واللي في ايدي اليمين بقى هبدأ ان انا اشتغل بيهم. طبعا انا قسمت الخيوط بالتساوي، الجنب ده والجنب ده. تمام. هبدأ بقى اشتغل العقدة المزدوجة المائلة كده، وابدأ اظبط ايدي وانا شغالة بحيث ان يبقى الميلة يعني تبقى متساوية كده، ويبقى كل خيط متساوي وانا بميل فيه. هبدأ بقى اكمل كل الخيوط بالشكل ده بالعقدة المزدوجة المائلة لحد ما اخلص جنب الخيوط اللي هو بتاع الجنب اليمين. وبعد كده هبدأ اعمل برضو العقدة المزدوجة المائلة في الجنب الشمال. هتشوفوا الشكل دلوقتي. انا هكمل علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا. وطبعا انا قايله في فيديو قبل كده العقدة المزدوجة المائلة بالتفصيل، لو حابة ان انت تشوفيها هتلاقيها في قائمة التشغيل. دي بالتفصيل الممل للمبتدئين. لو انت لسه ما تعرفيش العقدة بتتعمل ازاي، هتلاقيها في فيديو لوحده منفصل عاملاها بكل بساطة وبالتفصيل الممل. تمام. انا هكمل لحد ما اوصل واخلص الخيوط الجنب اليمين وارجع لكم تاني. هنا خلصت اهو الجنب ده، هبدأ الجنب ده التاني هعمله برضو بنفس الطريقة وبنفس الشغل. تمام. انا هنا عندي الكاميرا ما كانتش بتصور، عملت صف تاني بنفس الشكل وبنفس الطريقة، بس من الجنب اليمين والجنب الشمال فوتت 4 خيوط زي ما انتم شايفين كده، شايفين، وببدأ اظبطها. يعني انا عملت نفس الشغل سطر تاني بس فوتت 4 خيوط. هعمل اهو سطر تالت بنفس التكنيك، هفوت 4 خيوط من الجنب ده، وابدأ بالخيط الخامس هو اللي هيبقى عندي ثابت، وهبدأ اشتغل بقية الخيوط بالعقدة المزدوجة المائلة، بحيث ان انا اعمل نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكله حلو جدا، وهتشوفوا في الاخر وزي ما انتوا شفتوا في الاول شكله حلو قوي. هكمل لاخر السطر واخلص الخيوط وارجع لكم تاني. هنا خلصت اهو. هبدأ بقى الخيط الثابت اللي بيجي من الشمال والخيط الثابت اللي بيجي من اليمين بعملهم على بعض برضو عقدة مزدوجة المائلة علشان اقفل
المثلث بتاعي يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كده اول جزء في المكرمية عملتها بالشكل ده. شايفين شكلها حلو، واهم حاجة التظبيط، واهم حاجة تنزلي بعقدة مزدوجة مائلة كده بنفس الفكرة. بصوا بقى الخيطين اللي هما ثابتين لسه شغالين معايا، الخيط اللي جاي من اليمين اهو هبدأ اشتغل برضو عليه 4 خيوط عقدة مزدوجة مائلة علشان انزل بشكل المعين اللي انتوا طبعا متعودين عليه في كل المكرميات. ده تقريبا اشهر شكل، بس هنعمل بقى في النص حاجة كده مختلفة بتدي شكل احلى. تمام، انا هكمل هنا اهو بعد 4 خيوط، هشتغلهم 4 خيوط بس على الخيط الثابت اللي معايا ده. تمام، ومن الجنب التاني اهو شايفين اللي هو جاي من هنا ده ببدأ اشتغل برضو عليه 4 خيوط عقدة مزدوجة مائلة علشان يعمل لي اول ضلعين في المعين بتوعي. هنا خلصت اهو الضلعين، هبدأ بقى اشتغل اللي في النص. هنشتغلهم ازاي؟ شايفين الاربع خيوط دول، والاربع خيوط دول هجيبهم كده، شايفين دول لقيتهم 5، لا انا عايزة 4. اللي من الجنب ده اهم هما دول، واللي من الجنب دول 4. شايفين هعملهم علامة اكس كده. اللي جاي بقى من الجنب ده هشتغله هنا، فاهمين الفكرة؟ اللي جاي من الجنب الشمال ده هشتغله في الجنب اليمين، واللي جاي من الجنب اليمين هشتغله في الجنب الشمال بالعقدة برضو المزدوجة المائلة. فعشان ما تلخبطش تشيلي كده الخيوط دي، وهنبدأ نشتغل بالاربع خيوط دول هما العقدة المزدوجة المائلة. انا مش عايزة اسيبهم علشان ما يتوهوش مني، بس في الاخر اسيبهم عشان اعرف اشتغل. تمام اهو بالشكل ده. ده اول خيط معايا، هشوف تاني خيط من الاربعة اللي انا كنت ماسكاهم بالشكل ده. ده شكل كده جديد في نص المعين، شكله حلو ومنظم، وحسيت ان هو كمان سهل جدا لو انت لسه مبتدئة. وهبدأ بقى اشتغل 4 خيوط بالشكل ده اهو. تمام، وبعد كده هشتغل الاربع خيوط بقى اللي جايين من اليمين في الشمال علشان يديني الشكل اللي في الاخر هتشوفوه في شكل معين اهو. ده الخيط الثابت، هبدأ بقى اشتغل الاربع خيوط دول. وهنا خلصت اهو، هبدأ بقى اقفل المعين بتاعي في بالخيطين الثابتين اللي احنا كنا شغالين بيهم اصلا. تمام، بس بالشكل ده. شايفين بقى نظبط كده الشغل، شايفين شكله حلو قوي من جوه ازاي. هبدأ بقى اكرر الشغل اللي انا عملته ده، هكرره تاني مرة واتنين، هعمل 3 معاينات. تمام، بالشكل ده اهو انا خلصت 3 معاينات بالشكل ده. تعالوا بقى للجزئية دي تشوف هنعملها ازاي. شايفين العقدة دي؟ تعالوا اقول لكم نعملها ازاي من الناحية التانية. انا بظبط لكم الكاميرا، بصوا على قد ما اقدر. هبدأ بقى اشتغل العقدة دي بايه؟ بخيطين بس. طب هنعمل ايه بقى؟ الخيط ده شايفين نمبر 4 الناحية دي هعمله بالشكل ده، ومرة اعملها من الناحية دي نمبر 4. شايفين نمبر 4 اهو انا بعمل نمبر 4 مرة من الناحية دي، بجيب الخيط بالشكل ده، ومرة من الناحية التانية اهو كده. بس هي دي العقدة اللي معايا، وشكلها بيبقى شيك قوي، وشكلها كده تحس ان هي لذيذة وسهلة في نفس الوقت. فكل اللي انا بعمله بعمل نمبر 4 ناحية يمين وناحية شمال، ناحية يمين وناحية شمال، لحد ما يخلص معايا الطول اللي انا عايزاه للمكرمية. شايفين اهو طول المكرمية عندي من اول الارابيسكا، من اول فوق، من اول الخشبة بتاعتي لحد نهاية الخيط انا مخليها 70 سنتي. 70 سنتي عشان تبقى ايه، يعني في كده تناسب، نسبة وتناسب بالنسبة للشكل وبالنسبة للطول. تمام، انا هبدأ بقى اشتغل واكمل الشغل، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما نخلص الشغل ده. وهنا خلصت اهو، شايفين بقى جبت شوية خيوط كده سرحتها، فكيتها وسرحتها، وهبدأ بقى بصوا بقى في اخر الكلام ده هعمل ايه.
اهو هحطهم كده بالشكل ده، وابدأ اعمل العقدة بتاعتي اللي هي نمبر 4 مرة يمين ومرة شمال بالشكل ده كده اهو، ومرة شمال. تمام كده انا ربطتهم خلاص. ابدأ بقى ايه انزلهم كده كأنهم شعر، شايفين؟ وده هفكه، ده اللي كان نازل من المكرمية نفسها، فاهمين؟ افكه برضو عشان اسرحه معاهم، واظبط كده الشراشيب بتاعتي، هتبقى شكلها حلو ولذيذ في نفس الوقت. بعد ما ظبطتها اهو ببدأ ان انا اظبط واسرح بقى، تسرحي بقى كتير كتير علشان تبقى ناعمة. تمام بالشكل ده كده اهو. انا بس بظبط الاول، بداري الخيوط وبداري العقدة اللي انا عملتها من تحت، شايفين اهي العقدة. هبدأ بقى اعمل ايه بخيط السرمة ده. الخيط ده لذيذ جدا يا جماعة، وبيفرق في الشغل قوي قوي قوي، وبيخلي الشغل شكله حلو. قصيت كده الخيط رفيع جدا، وكمان عارفين برضو استعماله صعب شوية. هبدأ ان انا اعمل كده بالشكل ده، وابدأ ان انا الف الخيط بالشكل ده كده. هقفل الشرشوبة بتاعتي عشان تعمل شكل. بخيط السرمة بيخليه شكله حلو قوي. انا بقى هلف، افضل الف الف الف. شايفين هي ده الخيط اللي انا هشده بعد كده، شايفين الخيط اللي فوق ده اللي انا هشده بعد كده اهو. والخيط اللي تحت اللي هو عند صباعي ده اللي هدخل فيه الخيط بعد لما الف علشان اعمل العقدة وادخلها تحت الشغل. ابدأ بقى الف كده، الف الف بطريقة منسقة، وبعد كده هندخل الخيط اللي نازل ده في العقدة اللي احنا عملناها من تحت بالشكل ده كده. بالشكل ده اهو. هبدأ بقى ادخل الخيط اهو، هدخله هنا الخيط. شايفين العقدة دي او الفراغ ده؟ هبدأ اخد الخيط ده كده وابدأ اشد من فوق، هيعمل لي عقدة. العقدة دي هدخلها تحت الشغل، شايفين دخلت تحت الشغل وتحت الخيوط اللي انا لفيها. ونبدأ بقى كل اللي لفيناه نرجعه كده اهو. وبعد كده هقص بقى الخيط ده واقص الخيط اللي من تحت، ويبقى كده معايا الشرشوبة جاهزة. نفضل بقى نسرح فيها لحد ما تنعم، واعمل برضو الناحية التانية بنفس الشغل ونفس الطريقة، ويبقى كده خلصت معانا المكرمية الارابيسك. شكلها حلو، شكلها شيك، وحاسة ان هي رقيقة جدا. ولو استفدت مني يا ريت تعملي لي كومنت، وكمان تعملي لي لايك للفيديو، وتشيروا الفيديو علشان يوصل للناس كلها، والناس كلها كمان تستفيد. وشوفوا بقى في الاخر شكلها عامل ازاي.